ملي كنا صغار كنقراو ان اقتصاد المغرب كيعتمد على الصيد، وحنا مكلخين كيسحاب لينا كيهضروا على الصيد البحري، هما كيهضروا على الصيد المواطنين. احمد يا اخويا، التكويت اخويا، التكويت اخويا. جبد ورقه وقيد شوف شحال تصيدتي يا المواطن، وصيد في انتخابات صوتي ولا ما صوتيش كيطلعوا اللي بغاو، وصيد في الضريبه على السيارات طونوبيل 2 المليون كتشريها ب 15 مليون، وصيد في الخضره الاثمنه طالعه والاولويه للتصدير والديشي كتشريه بالغلا، وصيد في الدجاج كيلو صوت 30 درهم واخا يكون هاد الدجاج قاري في عرفض، وصيد في الخدمات ويلة على السبيطارات العمومية والمدارس والمقاطعات تعترف كبار، واش نزيد كل بركة. الوزيرة ليلى بنالي اللي تشهرت بالبوسة أكثر ما تشهرت بالخدمة ديالها، وزيرة الطاقات المتجددة اللي عندها الطاقة العاطفية بالزايد. المهم كنا كنتسناو من السيدة الوزيرة تدخل لينا شي طاقات متجددة يهنيو المغاربة من فواتير الكهرباء اللي طالعة بزاف. الساعة جابت لينا الزبل، أي غير الزبل. كملت على ما دارت الوزيرة الحيطي اللي باقية لاصقة فيها التيكيتة ديال الزبل الطاليان. وشايبادو لا سرديننا ما ناكلوه، كناكلو التيشي ديالو بالغلا. خضرتنا ما كناكلوها، كتمشي كلها مصدرة وكناكلو التيشي ديالها بالغلا وزايدينها بالزبل. يجيو يدفنوا لينا الأزبال هنا وما يمشيو يعيشوا ولادهم فلوسنا في الدول الأوروبية. واش عباد الله ما قدتهمش هاد كمية الأمراض اللي ولات عند المواطن؟ واش عباد الله هادو بغاو يدفنونا عادي تيقوا أننا مقهورين ولا كيفاش؟